السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ اموركم على خير. اليوم جيت نحضر معكم الملوي بالشحمه. كيجي على هاد الطريقه هادي، كيجي زوين. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. غادي نحتاجو قصريه، غنحتاجو 3 زلايف ديال الطحين، 2 زلايف طحين عادي حرش ولا رطب ماشي مشكل، واحد زلافه ديال الفينو. نديرو واحد القبيصه ديال الخميره ماشي بزاف، غير شويه. نديرو واحد المعلقه ديال العسل. هنايا العسل الدور ديالو غير باش كيعطينا الحموريه الملوي ديالنا، يعني اللي ما بغاش يديرو بلاش. وغادي نديرو شويه ديال الملحه، طبعا الملحه حسب الذوق. غنعجنو العجينه ديالنا، نعجنوها بشويه ديال الماء دافي. بالنسبه للعجينه ما ترخفوهاش بزاف وما تخليوهاش قاصحه بزاف، باش العجينه ديالكم ما تعذبكمش ملي تكونوا كتلويو الملوي ديالكم، باش ما تقطعش، وملي تجيو طيبوها ما تقطعش معاكم. كنخلطوا العجينه ديالنا مزيان. كنحطوها على سطح العمل، كنحاولوا ندلكوها شويه دليكه خفيفه. كنحاولوا ندلكوها باش الملوي ديالنا كيجي مورق ما كيجيش مدقص. صافي كنرجعوها قصريه، كنديروا ليها قطيره الزيت، كنغطيوها بواحد الميكا، كنخليوها ترتاح. كندوزو نصايبو الحشوه ديالنا. غادي نحتاجو مقله نديرو فيها 2 بصلات كبار. وبالنسبه للبصله ديال العماره ديال الملوي بالشحمه ما كتخليوهاش طيح بزاف، دبال بزاف، يلاه كتدبال غير شويه صافي كتحيدوها. كنديروا شويه الزيت، شويه د الملحه، صافي. وكنستمروا في التحريك، كنخليو البصله ديالنا تبدا طيح شويه، عاد كندوزو نديرو العطريه ديالنا. على هذا الشكل هذا كطيح شويه. دابا غادي نديرو نص معلقه ديال الخرقوم، شويه د البزار، راس المعلقه ديال البزار، ما تحاولوش تكثروا العطريه، معلقه د الكمون، ما تكثروش العطريه، معلقه ديال التحميره، شويه السودانيه. علاش قلت لكم ما تكثروش العطريه؟ باش هذاك لوغو ديال البصله والشحمه كتبقاو تحسوا به في الملوي ديالكم. وجربوا هاد الطريقه صدقوني غادي تعجبكم. صافي البصله ها هي دبالت،
الشحمه كنطحنوها شويه في الهاشوار، ما كنديروهاش دابا، كنخليو حتى كتبرد لينا الحشوه ديالنا شويه. دابا غادي ندوزو نقطعو المليويات ديالنا على هذا الشكل هذا. كنلقاو العجينه ديالنا طلقات، كتجينا سهله. كنحاولوا نشكلوها كويرات على هذا الشكل هذا. كنشكلوا الكويرات ديالنا كاملين على هذا الشكل هذا. كنغطيوهم، كنخليوهم واحد 5 دقائق يزيدوا يرتاحوا. كنجيبوا الحشوه ديالنا كتكون بردات، كنزيدوا عليها الشحمه. علاش ما كنديروش الشحمه ديك الساعه وهي سخونه؟ ديك الشحمه كتذوب، كتولي بحال الزيت. كنديروا ليها الطريقه باش ملي كتحطوا الملويات ديالكم يطيبوا ديك الساعات الشحمه عاد كتطلق. دابا غادي ندوزو نورقوا الكويرات ديالنا على هذا الشكل. صافي ديك الساعات كتبقاو تعمروهم وما كتكتروش الشحمه بزاف. ديك الحشوه ما كتكتروش بزاف حيت كديروا وحده وسط وحده باش يلاه كطيب كتجي هي هذيك وما كتقهمش، كيجيو مقرمشين وزوينين. غير جربوهم. كنلفوها على شكل رغيفه، كنعاودوا نفس العمليه واحده اخرى. عاوتاني كنحطوا شويه ديال العماره، كنوليو نلفوا الرغيفه ديالنا على هذا الشكل. كنجيبوا كويره اخرى كنطلقوها طويله على هذا الشكل هذا باش نلفوا فيها الرغيفه ديالنا. هذه كنديروها خاويه باش الملويه ديالنا كتجي دائريه والشحمه العماره ما كتخرجش لينا. كنهزوا الرغيفه ديالنا كنوقفوها وكنبداو كنلويو الملويه ديالنا على هذا الشكل هذا. كنجمعوها في الاخر كتجي على هذا الشكل هذا. كنحطوها كترتاح وكنعاودوا نفس العمليه. انا نعاود معاكم واحده اخرى بالنسبه للمبتدئين باش يفهموا اكثر. بالنسبه اللي بغى يديرهم صغيورين كيديرهم صغيورين، كيقطع الكويرات صغار وكيديرهم صغيورين حيت كل ملويه كتهز لينا 3 الكويرات. يعني الكويرات اللي
كتقطعوهم صغيورين باش كيجيوكم المليويات مدورين صغيورين. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد. بالنسبه للعجينه كتقطع معاكم ماشي مشكل. انا راح كنزرب شويه داكشي علاش هي راه ملي كتكون طالقه الخيط ما كتقطع ما والو، ولكن الا تقطعات ماشي مشكل. عاود نفس العمليه كنلفوها على هذا الشكل هذا. كتجي بحال هكا. كنحطوا الملويه ديالنا تطلق وكنبداو بالملويه الاولى اللي لفيتها معاكم، هي اللي كنبداو بها. كنرشوا شويه دفينو باش كيجي الملوي ديالنا مقرمش وما كيجيش ميدم. حطينا المقله ديالنا من قبل تسخن، تكون سخونه. كنديروا واحد القطيره ديال الزيت، كنحطوا الملويه ديالنا طيب وكنخليوها حتى كتشد راسها مزيان. عاد كنقلبوها حيت هذا الملوي ماشي بحال الرغيف عاديين ولا الملوي عادي واخا تقلبيه ماشي مشكل. هذا حتى كيشد راسو باش هنا الملويه ما كتخسرش معاكم وكتبقى مقاده. غادي نعاود معاكم واحده اخرى. كنديروا نفس العمليه، شويه ديال الفينو وكنقرصوها مزيان. كندوروا ليها كامله، كنقرصوها من الجناب ومن الوسط باش ما كتجيناش غليظه. وها هو الملوي ديالنا واجد، كيجي على هذا الشكل هذا. بالصحه والراحه.